تظن انك بتمضي في الحياة عادي بوزنك، لكن في الحقيقة ان في ثقل دايما بيعطلك انت مش شايفه، والثقل ده هو قلة الثقة. هيا أصبر يا كل طفل بالمحتاج فكي جاء رمضان. طيب مبدئيا كده انا اسفة، يعني ما اعرفش حد من المشاهدين علشان اعرف هل هم عندهم قلة ثقة ولا لأ، بس قلة الثقة والخوف في حياتنا بيحدوا من قدراتنا جامد، وبنشوفهم كتير كل يوم. كم مرة كنت عايز تبدأ هواية جديدة، بنش نيدل، كروشيه، تطريز، أي حاجة، بس ما بدأتش. كان فكرة مشروع عبقرية جاتلك بس ما فكرتش أصلا تبدأ فيها، أو لما تبقى عارف الإجابة الصح وما تجاوبش، واللي يجاوب ياخد بونص. والفرص والنشاطات اللي بتبقى قدامك بس انت بتقرر تتجنبها لأن مش واثق انك هتعرف تتعامل. ومشاكل الرهاب الاجتماعي على بعضها. يعني انا نزلت بوست على الكوميونتي من فترة كده بقول هل حسيت بالرهاب الاجتماعي قبل كده، و91% من الناس قالوا حسب كلام دين برنت، في مشكلة الرهاب الاجتماعي هي الخوف من ردود فعل الناس، لان احنا لما نكون في موقف موتر بنفكر في كل السيناريوهات السلبية. ممكن اقول كلام مش مفهوم، او الناس تتريق عليا، او يبقى دمي تقيل، لان بالنسبة للبني ادم رضا الناس حتى لو هم غريبين وحثالة وملهمش اي قيمة مهم بالنسبة لنا. استيقظ وبكر قد جاء المسحر وبالخير فابشر جاء رمضان. ايه تعريف الثقة في النفس؟ ان الشخص مثلا يبقى مش خايف من حكم الناس عليه او نظرات الناس ليه. وانت مش خايف من حكم الناس عليك ونظرات الناس ليك؟ في مرة من المرات كنت نازل الصبح بدري، وكان كل الناس عمالة تبصلي، فانا قعدت اقول انا مش هشك ان انا في حاجة غلط، وانا هبقى واثق والدنيا تمام. وكملت يومي، كنت رايح المدرسة، وبعد كده بعد ما وصلت اكتشفت ان انا مزرر زرار القميص غلط. نفس الحوار حصل معايا، نفس الحوار، بس كنت لابس الجاكيت بالعكس. بس الفكرة مش كده، الفكرة ان في حد قال لي، لا انا كنت خلاص راكب الميكروباص قال لي بص على الجاكيت. دايما الثقة حاجة حلوة. الثقة ليها تعريفات كتير، لكن التعريف اللي هعتمده هو كون البني آدم واعي بقدراته في كل مجالات حياته، يعني عارف نقاط قوته ونقاط ضعفه وعارف ايه السبيل للتطوير. عشان كده هي مختلفة اختلاف جذري عن الغرور، لأن المغرور مش بيشوف عيوبه وبيفخم من إيجابياته. ووعي البني آدم الواثق ده نابع من نفسه مش من آراء الآخرين عنه، عشان كده هو ما عندوش رهاب اجتماعي، لأن لو قلت أي كلام أهبل قدام مجموعة من البشر يا إما مش هيهتموا، وده الغالب يعني أنت شخص مش مهم، يا إما رأيهم فيك هيبقى سلبي. وبما إنك قيمتك وثقتك مصدرها أنت مش هما، فثقتك مش هتتهز. فبالتالي الشخص الواثق من نفسه عارف إمتى محتاج إنه يتكلم ويضيف، وإمتى الموضوع ده بره عن قدرته أصلا. الفكرة إن ده محتاج يكون في كل مجالات حياتك عشان ما تكونش مقدر نفسك تقدير ذاتي خاص بالمجال. يعني ده حسين شاب متفوق جدا في تخصص البرمجيات، تقديره امتياز طول الوقت وثقته في ده مليون، لكن هو مش مهتم بصحته ومش بيزور أهله ولا بيقابل أصحابه علشان آسف أنا مشغول عليا assignment. فبالتالي لو صحي من النوم ولقى الذكاء الاصطناعي خد مكانه وخلاص تم التخلي عنه كليا، هيفقد الثقة دي كلها بما ان هي كلها متركزة في نجاحه الأكاديمي. بالتالي هيحس ان هو بلا قيمة لأنه قيمته كلها استثمرها في مجال واحد بس من مجالات حياته. الفيديو ده لمحمود اسماعيل كان بيتكلم عن نفس الفكرة دي، فكرة انك محتاج توازن وتدي كل حاجة حقها من الاهتمام عشان توصل للسعادة. بس ماشي الدنيا معايا، خلونا نعتبرها ثقة بدل سعادة. قال في الفيديو ان الواحد المفروض يدي طاقته ووقته للحاجات اللي بتجيب لك فلوس، شغلك او الدراسة مؤقتا للطلاب، علاقتك مع العائلة، علاقتك مع الأصدقاء، هواياتك اللي مش لازم تجيب لك فلوس، صحتك والرياضة، عباداتك. ومش فاكرة لو في حاجة كمان، شفت الفيديو زمان قوي، مش هتفرج على 40 دقيقة علشان جملة واحدة في الفيديو، فاتفرجوا عليه. والصراحة جملة محتاج توازن دي جملة مستفزة. اللي رايح واللي جاي يقولك ما انت المفروض توازن في حياتك، وكأنها حاجة سهلة وممكن توصل لها، لكن الحقيقة هي ان البحث عن التوازن في الحياة رحلة لا تنتهي. بس برضو لازم نكون حاطين في الاعتبار ان التوازن ده ولو ان تحقيقه بشكل كلي مش مجال، لكن هو اللي هيوصلنا للثقة وبالتالي للسعادة. المهم محتاجين برضو نقول عن حلول او اقتراحات لحل مشكلة الرهاب الاجتماعي، لانه بجد منتشر كالجحيم في هذا العالم في هذا العصر. فاول حاجة
ابدأ اتكلم مع بشر، هتلاقي ان هما ناس عادية ومش بيضربوك لما تكلمهم. وعامة في فكرة ظريفة ان اللي عنده رهاب اجتماعي يبدأ يهزر ويتكلم مع الكاشير واللي جنبه في المواصلات واي حد هو مش هيشوفه تاني، عشان لو عمل حاجة غبية فهو كده كده مش هيشوفه تاني. 2. اسأل نفسك سؤال: ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ على الأغلب مش هيبقى مشكلة كبيرة، يعني أسوأ حاجة في العالم ممكن تحصل انك تموت، ودي مش مشكلة كبيرة فعادي. 3. النصيحة المملة بتاعت الخروج برا زون الراحة، برا الكومفورت زون. وعامة الشجاعة بتكون في انك تعمل اي حاجة انت عايز تعملها حتى وانت خايف او وانت قلقان لحد ما تتعود على الأقل. وهنا للأسف الشديد الفيديو خلص. قد أذن الظهر والطعام لا يفارق فكري على الدوام، يبدو أني لا أقوى على الصيام. أمي أشكو لك همي، سامحيني أمي، ماذا أفعل الآن؟ أنا فعلا جائع وتفكيري ضائع، سوف أشارك بالخذلان.